مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مانيش نقول في 9 مساء ولا كبقية البرامج اللي كنت نقدمها سابقا. اليوم مانيش نخاطب في المتفرجين متاعي، اليوم نخاطب في الشعب التونسي الكل باش نفسر له ماذا حصل بالضبط يوم الثلاثاء فارط، ومحاولة اغتيالي قبالة منزلي من طرف مجموعة 3 من دول العربية. فتفهموا بالكلام متاعي لماذا وقع إطلاق سراح. ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي سيطلق فيها القضاء التونسي الإرهابيين ومجموعة الإرهابيين. تذكروا جيدا 8 الذي وقع إطلاق سراح من طرف حاكم التحقيق، واللي وقع القبض عليهم بعدها من طرف الجرجاني. ميليشيات الفيسبوك والتي يعرفها جيدا، وللعديد منكم يعرفها جيدا، والتي احتلت الفيسبوك منذ سنوات، قالت بأنه معز غربية يعمل في البوز ليتلقى فستقانة التاسعة. أولا أنا عمري عملت في البوز ليتلقى أي برنامج من برامجي، وأنا أتكلم نادرا في حديثي الإذاعية والتلفزية، ما نقومش ياسر بالحوارات. وحتى رمضان كان مفاجأة بالنسبة للرأي العام، لأني لم أتكلم كثيرا عن البرنامج نتاع رمضان. هل تعتقدون الآن الناس اللي كانت تفرج فيها في الحق معاك، والناس اللي تعرف مليح في الحق معاك، إنه لو كان نمثل ولا كنا نهار من نهارات مثلنا في حتى حالة وعيطولهم الكل، إنه فما امرأة طلبت مني أني ناخذ 1.5 مليار، 1 مليون دينار، 500,000، 1,500,000، مقابل أنها تاخذ حقها من الدولة التونسية يسوى 5 مليارات. والناس شاهدة ماذا كان رد فعلي وقتها وماذا قلت هذه المرة. ونحب نقول للسيد اللي جاني أيام الحملة الانتخابية الرئاسية ليعرض علي الأموال ملايين الدولارات باش نحاس إلى طرف على طرف، والذي اتصل ببعض شركائي بأنه يعلم جيدا بأنه لا عندي حتى كونت في الخارج. وتعرف جيدا الديوانة اللي تبعتني واللي عاتت لي مرة على ليجينيال في حادثة تقتل بالضحك، مسيبين كل مهربي البلاد، وأنا معز مغاربية مشيت نبحث في صمت، لا تكلمت ولا حبيت نعمل بوز على 4 رئيس اعتقدت الديوانة اللي جبتهم بطريقة غير شرعية، والقضاء بيننا بأني جبتهم بطريقة شرعية. ثم نتوجه بالكلام السيد سليم بن حميدان وقت اللي كان وزير أمريكا الدولة، وتلك القضية الوهمية اللي يعرف مليح الأستاذ عبد العزيز الصيد كيفاش تعاملت ولماذا تعاملت، واللي لأول مرة قضية فيها شركات مش قضايا فيها أشخاص. واتهمني وقتها السيد سليم بن حميدان والنيابة العمومية بالفساد، لكن فضحهم انه الرجاء الاتصال بالممثل القانوني، نتهم الممثل القانوني للشركة الفلانية والشركة الفلانية، والممثل القانوني للشركة الفلانية والشركة الفلانية هم معز غربية، وليس الممثل القانوني للشركة متاعي اللي أنا أصلا ليس مانيش الممثل القانوني متاعها. ويشكر القاضي الشريف حاكم التحقيق الشريف الذي فهم كل الموضوع وختم البحث بعدم وجود جريمة أصلا. لا هزيت محامين معايا
هي مات 9 مساء، وأنا كل أسبوع عندي 2 مواعيد معكم، ولا عملت شوشرة ولا تكلمت. مشيت وعملت القيس وتصورت وتهنت. معي فقط الأستاذ عبد العزيز السيد وهو شاهد على ذلك. خلينا نرجع. هذه المقدمة باش نقول لكم أنا ما نحبش نعمل البوز. كي جيت نحب نعمل البوز أنا زيت 100 محامي كيما يعملوا الناس الكل. 200 محامي كيما يعملوا الناس الكل. مشيت وحدي، تعرفت على القيس. حكم التحقيق كان شريفا، ليس كل حكام التحقيق اللي عندنا اليوم، وهذا اتهام مباشر. العديد من الموجودين في القضاء اليوم من وكلاء الجمهورية إلى قضاة التحقيق بأنهم غير مستقلين بالمرة. خلينا نبداو ساعة نهار 3 اللي فات. شنو اللي صار؟ 3 اللي فات كنت في القهوة في المقهى اللي مقابلة منزلي، في نسكن السيد اللي جاء نهار الجمعة، نهار اللي أنا روحت من بيروت، وزوز من الناس أخرين اللي جاءوا سبقوا نهار الأربعاء وسكنوا في البلاص اللي مقابل اللي أنا نسكن فيه. نسمع في حس الآن قدام الغرفة متاعي اللي أنا موجود فيها. قلت بأني عمري في حياتي لا حبيت نعمل بس. نهار 3 اللي فات رجل في المقهى حاطط تليفونه يستمع لمدة 15 دقيقة دون أن يتكلم أي حرف. فشكيت بالأمر يعني منذ مدة وأنا أشك في أن هناك محاولة اغتيال. منذ رفعت رئاسة الجمهورية الحماية عني، ومنذ قرر وزير الداخلية أو لم يقرر، أنا لا أعلم، أنه لو كان وصلوا له المراسلات اللي عملتهم الكل، يعني بعثت العديد من المراسلات إلى وزارة الداخلية دون إجابة من طرف وزير الداخلية، لحماية شخصي بما حماية مقر التاسع. اسألوا عن عدد المحميين اليوم في تونس، واسألوا رئاسة الجمهورية. قلت أنا رئيس يعلم أو لا يعلم، لماذا رفع الحراسة عن شخصي ولم يرفعها عن نوف الورتاني؟ وما يفهمنيش نوف الورتاني بالغلط، نحب تقعد عنده الحراسة. اسألوهم الكل علاش نحاول الحماية الأمنية وحماية رئاسية، وعلاش أصلا بعدما أنا نعطي الحماية طلبت حماية من وزارة الداخلية إلى يوم الناس هذا ما جاتنيش. طلبتها من السيد محمد علي العربي اللي موجود اليوم في تركيا، أتاشي في سفارة مغادي. السيد هذا لما اشتبهت به نزلت لقيت الشرطة اللي تحرس في مقر بزنس نيوز، التجأت إليهم فجاوا بسرعة كبيرة. ما عادش عندي بطارية باش نحاول اني نزل. وكل الابحاث اللي صارت في مركز البحث تؤكد محاولة الاغتيال، لأنه الراجل أولا قال بأنه عمره ما دخل القهوة، والشهود شاهدوه هو وزوز اللي معاه نهارين قبل يحوموا حول المقهى. وكل الأبحاث تؤكد صراحة بأنه كانت هناك محاولة لاغتيالي. وأنا أطالب اليوم بأن يعطينا نسخة من هذه الأبحاث، لأن السيد وكيل الجمهورية خرجهم فقط حتى ما يتحولوش لحاكم التحقيق ويصبح محضر البحث عند جميع المحامين. علاش نقول لكم في الكلام هذا؟ خاطر فما خطأ كبير وقعوا فيه الناس اللي تعتقد بأني كنت خايف في المركز، كنت نمثل عليهم أني أنا خايف.
واللي أنا تاعب. نحب نقول لكم أنه فما ناس آخرين جات من بعد ما سمعت بأن الليبيين موقوفين، واقترحوا علي لأول مرة في حياتي عمري ما ريتها، ما همش البوليسية تاع المركز، إنهم ياكلوني ملوخية. عمركم شفتوا ملوخية في المركز؟ هذوما ناس آخرين جاوا وأنا نعرفهم مليح واللي هم يسمعوا فيها ده. اللي ما عرفوش اللي أنا تمكنت من معرفة أرقام الثلاثة الليبيين، والآن سأتحدى من وراءهم وأي واحد ينجم يكذبني. كي خذيت أرقام الليبيين الثلاثة، هناك شرفاء في وزارة الداخلية مدوا لي بكل تفاصيل مكالماتهم يوم الأربعاء، يوم بعد محاولة الاغتيال وبعد ما أطلق سراحهم السيد وكيل الجمهورية حتى يغادروا البلاد. ما اكتفيتش بهذا، شرفاء الداخلية مدوني بكل أرقام اللي طلبوها واللي طلبهم، ونحب نأكد لكم بأن الأرقام غريبة ومسترابة وفيها أطراف داخلية من وسط البلاد أعرفهم جيدا يسمعوا فيها اليوم، واتصلوا بالسيد هذا، وأعرف تنقلات على خاطر شرفاء الداخلية التليفون كي يبدأ يتكلم يعرفوه بالضبط هو وين، نعرف تنقلاتهم الكل واحدا واحدا، والأرقام الكل تاع المخابرات الأجنبية الكل نعرفها والكل عندي، وأتحدى الجميع اليوم لو كان واحد منهم ينجم يكذبني. بعد ساعة بيجيكم تسجيل ثاني أو بعد يوم في صورة اللي ما حصلش الآن سيحصل غدوة أو بعد غدوة بالأسماء والأرقام، ولو كان واحد يحاول اليوم يغير رقمه أو يمس أي حاجة من اللي سيستم تاع لي ترواز اوبيراتور اورانج تونسي تيليكوم وأريدو ويحاول يفسخ أي حاجة لأنهم عندهم أكسي من وزارة الداخلية، ستكون حجة أخرى عليها. لأني ما اكتفيتش بالأرقام اللي جاتني شرفاء الداخلية، الأرقام اللي لقيتهم في القائمة مشينا أكثر، شكونهم وبشكون يتصلوا. الآن أنا في أوتيل بالخارج، ويوم وصولي يوم الجمعة جات ناس عندي جنسياتها وأرقام باسبوراتها وشكون بعثهم ومصورين عندي، وكل تصويرات وتسجيلات لواقع اغتيالي الليلة في هذا البلد الآمن شغل الرأي العام. وطالب من هذه الجهات العربية أنها فورا، وأنا نحكي والشرطة السويسرية تعلم بكل الموضوع، كل الموضوع عند الشرطة السويسرية اللي أنا موجود فيها في هذا البلد الديمقراطي الآمن المحترم الذي يحترم فيه المواطن وتؤمن فيه سلامته. الأربعاء اللي جاء ونهار الجمعة يوم وصولي بالضبط إلى هذا النزل عليهم أن يغادروا الليلة، وإلا سأكشف جنسياتهم وشكونهم بالضبط، وراني صورتهم وراني نعرف كل شيء. وأطالب أيضا بأن المخابرات الأجنبية الموجودة الآن في هذا النزل أن تغادر فورا. ونحب نقول لكم بأن من قتل شكري البلايد ومن قتل شكري البراهمي محمد البراهمي عفوا الله يرحمهم الزوز هما نفسهم اللي حاولوا اغتيالي نهار 3، وهما نفسهم الموجودين في النزل هذا، بشهادة العديدين الساكنين في هذا النزل
واللي أنا موثق كل تحركاتهم بالكاميرا بالصورة والصوت. ونطلب من الناس ومن الدولة التونسية ومن رئيس الدولة ومن رئيس الحكومة بأني أملك كل المعلومات لمن حاول قتلي ولمن قتل شكري بالعيد ومن قتل محمد البراهمي، وأعرف جيدا كيفاش مات طارق المكي وشكون حط له الفياجرا في كأس عصير كي يموت، وأعرف كيف مات فوزي بن مراد. وأنا لست مجنونا، أنا صحفي أعرف ما أقول، وأملك كل الأدلة على الوطنيين الشرفاء اليوم أنهم يرجعوا للبحث، وأنه من الناس اللي ساهمت من الداخل في محاولة اغتيالي إما أن تغادر البلد فورا فورا، والأفضل أن يكون هناك رجل في هذا البلاد، أو أن يفتح بحث عن الأرقام اللي وصلت، واللي قال بيان وزارة الداخلية بأنه ما لقاوش أرقام مشبوهة. وأنا قدام رئيس المركز شفت كيفاش السيد يتلقى في التعليمات في التليفون اللي طلبه هو للرقم الليبي، وقدامي كيفاش أنا ورئيس المركز الشريف قبل أن تدخل جهات أخرى وتجي للمركز واطلبه للشهادة أمام الله بأنه كان يطلب طيلة 15 دقيقة، في نفس الوقت يجيوه ديلايت 5000 و4000 و10000 و5000 باش ينجم. بالطبيعة اللي جاوا من بعد هما اللي فهموا للسيد وزير الداخلية انه معز يهلوس والناس هذوما كانت في الكلينيك. السيد الليبي لما وقع القبض عليه قال عمري ما دخلت القهوة هذه، فجابوا السيرفور قالوا لا دخلت وجيت البارح وجيت ولت البارح وحمت حول المكان. كل هذا موجود في البحث، خرجوه البحث، مش نعطي التفاصيل الأخرى يعني أعرف من بالضبط حاول اغتيالي، وعليهم إما أن يغادروا البلد أو أن يفتح التحقيق باش تفهموا عصابات المافيا التي تعمل اليوم في تونس. ونحب نقول أيضا في الأخير بأن يعرف ماذا حدث بالضبط في باردو وفي نزل الإمبريال والمتورطين فيه من الداخل والخارج. وأنا لست برجل لا يقول الحقيقة، وأنتم تعرفون مليح. ميليشيات الفيسبوك اللي بتتحرك تو وباش تقول بأني رجل مجنون يتفضلوا، يعني ستشوفهم أيضا. مافيات القتل عندي بالأدلة منذ سنوات وأنا بحث الموضوع، لكنه لما وصل الأمر إلى محاولة الاغتيال على خاطرني عرفت حقيقة مقتل شكري بالعيد محمد البراهمي، أعلم جيدا أنه كل من سيتعرف عليه الحقيقة سيقع اغتياله أو قتله وسيموت بنوبة قلبية، كما صار للمناضل فوزي بن مراد بعد كونفيرونس دو بريس الشهيرة، واللي قالوا لكم وقتها بأنه مريض بالقلب. اطلبوا مرته للشهادة وقولوا لها تقول بالضبط شنو قتلي كي كلمتني في التليفون. اطلبوا بو الشهيد اللي قتلوه في قبلات، وقولوا لبوه الشريف شنو كان يقول لي في التليفون وماذا اكتشف ابنه في ديسك وفي ديسك في البي سي نتاعو في فلاش ديسك. قولوا له يقول قبل ما يأثروا عليه، ولا ديجا أثروا عليه وأصبحت أخته وزيرة كاتبة الدولة سقراط الشارني قتل
لأنه تمكن من معرفة الحقيقة. ماذا يفعل سقراط الشامي في بلاد وقته؟ من أعطاه التعليمات؟ سأجيبكم على كل أسئلتكم. البلد في خطر، ليس خطر الإفلاس. البلد تحت أيدي مافيا السياسة والمال، والناس اللي كل ما يهمها هو مصالحها والأموال الكبيرة اللي تلقى فيها من الخارج، سواء في الحكم أو في المعارضة. وننبه من الآن، صاحب الرقم 50/5 وبعد هو يعرف إنه ما يعمل حتى محاولة باش يسكر تليفونه، لأني عندي كل اتصالاته السابقة، وأي محاولة منه ستكشف. وهذا الشخص أعرف جيدا انتماءاته ولمن ينتمي. فقط سؤال، أنا كنت نسمى تحت النسيج الأمني في أريانا، أنا وبعض الزملاء الآخرين كما زياد الهاني، سيد محمد البراهمي رحمه الله كان يذكر أيضا في أريانا. هم نسأل علاش جات ورقة السي قالت بالاسم إنه السيد هذا سيقع اغتياله، علاش ما حطوش في القائمة اللي أنا فيها؟ أنا أهم منه، أنا مش مهدد وقته. يكفي كان يحطوه وقتها في النسيج الأمني، معناها كرهبة الدور تقعد الدور، محمد البراهمي كانش يموت. ورجعوا لآخر كلمة قالها في البرلمان، تفهموا علاش مات. ورجعوا لآخر كلمة قالها فوزي بن مراد في الكونفيرنس دو بريس نتاعو الشهيرة، تعرفوا علاش مات. الآن نحب نأكد بشهادة الناس الموجودين في النزل اللي أنا فيه وجود 4 من جنسيات عربية جو الأول مرة لهذا النزل في حياتهم، مصورهم أنا، أطلب من دولهم أنهم يغادروا فورا قبل أن أكشف شكونهم بالضبط وأسمائهم الكاملة وباسبوراتهم، وأطلب فورا من الناس الوطنيين في الحرس الوطني، في وزارة الداخلية، في وزارة العدل، في رئاسة الجمهورية، في رئاسة الحكومة، أن يتخذوا الإجراءات اللازمة ويفضحوا الجميع. ويكفي كذبا، يكفي كذبا على هذا الشعب اللي مش لاقي ياكل، يكفي كذبا على هذا الشعب اللي كذبتم عليه وسرقتم ثورته وسرقتم أمواله ونهبتموه إلى درجة إفلاس الدولة. يكفي كذبا. السيد الباجي قائد سبسي يكفي كذبا. رئيس الحكومة هو اللي معه، والسيد الرئيس، وكل محاولات اللي عملهم في السابق للتوافق وغيره والكلام هذا. أنا لا أتوجه اتهام لأي حزب، بل أتوجه باتهام إلى أشخاص معينين في أحزاب معينة، هم الذين ساهموا في كل هذه الاغتيالات. والصدف السعيدة شاءت أني نلقى في تليفوني 25 لوجيسيال ديسبيوناج، فنوريه لكم في وقت لاحق. كنت مسموع حتى وأنا ما نتكلمش، لكني تكلمت برشا لأيامات الآخر، وقلت ما نحبش المصالحة، وإذا نتصالحوا مع الفساد الكل، حتى الفساد اللي بعد 14 جانفي اللي هما برشا، وحتى الفساد اللي نحاول من تحجير السفارة. ونحب نقول للسيد رئيس الجمهورية إن كان يعلم أو لا يعلم بأن واحد أشخاص هددني، وموجودة فيديو عندكم، بعد الطيارة، ولم يتحرك أحد بالاسم أنا وزميل سفيان بن حميدة. ماذا فعلتم؟ بين مقتضب مضحك
يتحدث عن حرية الصحافة والطيارة. دوني أن أتحدث عن الأشخاص التي تكلمت باسمه. من قالوا تكلم باسمه في عملية استقصائية ما زلت أعلم جيدا، وكان فما شريف من شرفاء وزارة العدل سمعنا التسجيل حتى تفهموا ماذا يحصل في البلد، ولكنهم ما شمعوا حد التسجيل. أطلب من المحامين أنهم يطلعوا على التسجيل، أطلب من المحامين أو من القضاة الشرفاء أن يطلعوا الناس ماذا فيه التسجيل. وهذه حكاية فرعية الآن لا تهمه. وزميل سمير الوفي حلقة ضعيفة، وقلت لرئيس المحكمة هذا الرئيس الشريف اللي اجتمعته بأنه سمير الوافي حلقة ضعيفة في عصابة كبيرة، لكن للأسف هناك من يريد أن يحمي هذه العصابة من الداخل ومن الخارج. هذه المداخلة الأولى. ستأتي المداخلة الثانية إن قدر للحياة في مكان أعتقد بأنه آمن الآن بفضل التدخل الناس اللي في هذا النزل ومدير الشريف، واللي لا يحدث كل التحركات المستعرة في هذا النزل. وحذاري حذاري أي تكذيب، أي محاولة لإخراجك مجنون، نحكي سورتو على ميليشيات الفيسبوك، بأن الحديث القادم سيكون أكبر وأخطر. قوموا لبلادكم، اقفوا وقفة رجل واحد من غير ما تكسروا، من غير ما تفزدوا. حافظوا على هذا البلد، ولكن افهموا أنه من يحكم فيكم اليوم حكومة ومعارضة، حكومة خاصة وائتلاف الحاكم، سيؤدون إلى خراب البلد. يلي سرقوكم ثروتكم، يا الشعب الفقير الكادح اللي ياكل بالزبلة. فليتحرك الشرفاء. وجه كلامي الآن لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليتأكدوا مما قلته وياخذوا أرقام الهاتف، وكان ما عندهمش أنا عندي كل شيء بالطبيعة، عندي كل المكالمات نتاعهم. التقيت بصديق معز السناوي وفهمت كل شيء. إن شاء الله أكون بلغ رسالة إلى رئيس الجمهورية. نلقاكم ربما قريبا. لن أغادر البلد، سأعود وارفع علي أي قضية كما حاولت تعمل، كما حاول سيد بن حميدان يعمل. أنا لن أموت إلا بجانب قبر أبي وفي بلدي. والتاسعة سترون المفاجآت التي ستبث، وسترون بأنها ستكون غير معزبة غربية إلا في بعض الأحيان، لأني ما عنديش الهلوسة والهاجس من تعني نطلع في التلفزة. طلعت ياسر، هذولي حتى كرهتوني. تكتشفوا الشباب الناشط الوطني المهتم بقضايا وطنه في الأيام القليلة القادمة. تصبح